السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي، مرحبا بكم في قناة حلويات ام غسان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد الغريبه اللي كتجي زوينه وسهله وهشيشه، وفي المذاق ديالها تجي خطيره وخفيفه بحال اللي كناكلو في المرينغي. غادي ندوزو ان شاء الله المقادير، ملي غتجربوها غتردوا عليا في التعليق ان شاء الله. في المقادير عندنا واحد الخليط ما بين الزلجلان او السمسم والكاوكاو اللي هو الفول السوداني. عندنا 100 غرام ديال الكاوكاو اللي خديته حمرته وهرمشته وخلطته مع جلجلان حتى هو اللي حمرته وهرمشتهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، ماشي نيلين وبقاو مهرمشين بهذا الشكل هذا. الخليط ديالهم بهكا. كيف ما يمكن لينا نعوضوا هذاك الكاوكاو باللوز ولا بالكركاع كيبقى اختياري. بالنسبه للزبده عندي 260 غرام ديال الزبده النباتيه، والا كانت حيوانيه غنقصوا في الكميه ديال الزيت، اكيد غنديروا غير نص كاس. قلنا هنا 260 غرام ديال الزبده حيواني نباتيه عفوا. عندي جوج خمارات من فئه ديال 8 غرام، يعني 24 غرام في المجموع ديال الخميره الكيماويه ديال الخاصه بالحلويات. عندي كاس ديال الزيت مملوء بزيت نباتيه. عندي كاس ديال السنيده او السكر حبيبات. عندي جوج ديال السكر فاني حتى هما كيبقاو اختياري، يعني تقدري تزيدي عليهم تقدري تنقصي وحده. الدقيق تقريبا كتهز معايا واحد نص كيلو ديال الدقيق من نوعيه جيده. بالنسبه للتزيين غادي ناخذ اخواتي السكر كلاصي سبيسيال اللي خاص بالغريبات باش تقدر تفقع معنا هاد الغريبه وتجي في الشكل ديالها رائع. وبالنسبه للتزيين انا غادي نزينها بالحبيبات ديال اللوز، كيف ما تقدري تزينيها بالحبيبات ديال الكاوكاو يكونوا بالقشور ديالهم. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله الطريقه، اكيد مع واحد القبيصه ديال الملحه دائما في الحلويات. وفي هذه الاثناء حنا كما كنقولوا دائما الغريبه كتبغي الفران يكون شاعل من قبل سخون. الا كان ديال الضو غادي تشعليها من الفوق ولتحت بطبيعه الحال، والا كان ديال الغاز وكيتوفر عليه نيت الفوق ولتحت غتشعليه في نفس الوقت الفوق ولتحت. كان بحال الشكل ديالي غادي تشعليها لتحت من الوجه ديالها حتى تتفرقع وتعاودي تطلعيها الفوق. ان شاء الله ندوزو للطريقه. كيف ما كتشاهدوا اخواتي انا خديت واحد القصريه ديالي واناء فاش نقدر ندير الخليط. غادي درت الزبده والسكر واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نضيف داك السكر فاني وغنخدم هذا الخليط مزيان حتى يرجع لي بوماد السنيده وديك الزبده. ومن بعد غادي نبدا نضيف باقي المقادير. بقاو معايا. نضيف الكاوكاو هو والزلجلان جميع المقادير. غنستمر انا بحال هذا الشكل هذا، يعني الزبده عندي بحراره المطبخ تجي ساهله فاش تخدم معانا. الغريبه صدقوني تيجي القوام ديالها خفيف، يعني ما كتحسوش كاع بداك الدقيق اللي كيدخل فيها، حتى الشكل ديالها تيجي رائع. غادي نضيف دابا اخواتي هذاك الخليط والزيت ديالتي. بقاو معايا حتى نشوفوا القوام ديالها في الاخير كيفاش غادي يجي. اخواتي كما كتشاهدوا معايا هذا هو الخليط ديالنا ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم الغريبه اللي بالجلجلان والكاوكاو. شوفوا كيفاش كيجي الخليط مرمل ديالها زوين وخفيفه، ماشي ما فيهاش دقيق، يعني كما تنقولوا ماشي مدقصه. انا بديت كندير في الكريات بهذا الشكل هذا. كما تنعرفوا الغريبات البلديين كلهم خصهم يكونوا كبارين باش يجيو عاطين للعين. درت فيهم انا 29 غرام. بالنسبه للمبتدئات عبرهم، انا غير عيني ميزاني باش كنخدم. ديجا راه بديت كنخدم في الطاوه كما كتشاهدوا ما شاء الله كتفرقع باقا كاع ما دخلاتش للفران. وباش الخدمه ديالنا تمشي نقيه انا غادي ندير هاد لي بول كلهم نصايبهم في هاد الاناء حتى نكملهم كاملين الكريات بداك الحجم. وعاد ندوز باش نديرهم في السكر كلاصي ونحطهم في الطاوه ديالي اللي كتدخل للفرن او الصينيه. وبالنسبه اخواتي للتغبار ديالها راه ماشي بحال الغريبات الاخرين، راه ما كتلصقش فيها السكر كلاصي بالسهل بحال المعلكات. يعني كنحاول ما امكن نغبروا ونعاودوهم جوج مرات كندير لهم باش يلصق عليهم داك السكر كلاصي اللي قلنا خصو يكون سبيسيال باش تنجح معنا الوصفه. هانتوما كيف ما كتشاهدوا غندير ليها هكا وكنعاودها مره اخرى تجي بهذا الشكل هذا. وغادي ننزلها في الطاوه ديالي. من بعد فاش كنكمل الخدمه باش ما يتوسخش لي داك اللوز عاد كندوز نديرو ليهم كاملين. انا بغيت باش تشوفوا معايا وحده. هانتوما كنضغط على اللوزه ديالي وتتفرقع لي الغريبه باقا ما دخلتش كاع الفرن. هانتوما كيف ما كتشاهدوا هي قد ما كانت كبيره قد ما كتكون زوينه. غادي ناخذ بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالها. غادي نستمر بهذا الشكل هذا. هادو الاخوات حطيتهم هنا باش نشد بهم البابيل ديال الفران او الكاغيط ديال الفرن اللي كيدخل الفران باش يطيب.
غنستمر انا بهذا الشكل حتى نكمل الكميه كلها وندخلوها ان شاء الله الفران ونشوفوا النتيجه في الاخير. اخواتي هذه هي الغريبه ديالنا ديال اليوم اللي قدمنا بالكاوكاو والجلجلان. شاهدوا معايا كيفاش كتجي رائعه ومفرقعه كامله واللون عندها موحد وهشيشه وخفيفه في القوام ديالها. صدقوني الوصفه غتجيكم رائعه والمذاق ديالها رائع. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق الا عجبتكم. غادي نشارك معكم حدا باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش يجي من الداخل، شحال هشيشه ورطبه، تجي مرمله من الداخل. شوف ما عندهاش كاع القوام باش نضغطوا عليها، كتجي رائعه. نتمنى اخواتي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كنت مع قناه حلويات ام غسان. ما تنساوش تفعلوا الجرس في القناه باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء في يد الله.